أن تتحول منطقة سيناء كلها لصالح الكيان، إن غزة تنضم إليهم وبالتالي يستحوذوا على الغاز اللي موجود في بحر غزة. تخصص قطعة الأراضي المبنية فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة. ملكية خاصة يعني بما يعادل 44 مليون متر مربع. ما شاء الله ما شاء الله. عشان خاطر موضوع سيناء لا، ده يهم الفلسطينيين جدا جدا، يهم السعوديين، يهم الإماراتيين. إن بلادنا تسرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كام يوم كده اتكلمنا مع حضراتكم عن موضوع صفقة القرن، وقلنا لحضراتكم إنه هذه الصفقة أرادت أمريكا أن تفرضها فرضا لتأمين وحماية هذا الكيان النتنياهو، وبالتالي بدأت إجراءات تنفيذ هذه الصفقة قبل سنوات من الآن. لكن الله سبحانه وتعالى كانت له إرادة أن تأتي أحداث 7 أكتوبر تعطل أو تؤخر إجراءات هذه الصفقة. الجديد في هذا الموضوع أنه بدأت هذه الإجراءات التنفيذية تعود من جديد. لو حضراتكم فاكرين احنا قلنا أن من ضمن بنود صفقة القرن منطقة سيناء، أن تتحول منطقة سيناء كلها لصالح الكيان. بس هم كاتبينها كده في الصفقة ان هي يعني تكون منطقة تجارية فلسطينية، لكن طبعا انتوا عارفين بما حكم مين اللي بيحكم فلسطين كلها، فهو بطبيعة الحال هو اللي هيحكم سيناء، وطموحه لن يتوقف عند حدود سيناء في مصر، بل كمان ده هيمتد زي ما شرحنا قبل كده في فيديو سابق عن إسرائيل الكبرى. مهم جدا ان احنا نربط الاحداث دي كلها ببعضها، وكل فيديو من هذه الفيديوهات موجودة على قناتي يمكنكم الرجوع اليه، وموثق بالوثائق التي تثبت حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. نعود إلى صفقة القرن. صفقة القرن مخطط لها أن تضم منطقة سيناء وتتحول إلى منطقة تجارية وأيضا منطقة سكنية، لكنها تبقى على طراز راقي جدا عشان يبقى في إغراء لأهل فلسطين إن هم ييجوا ويستثمروا في سيناء. وبالتالي بما إن بقى حلم إسرائيل إن غزة تنضم إليهم وبالتالي يستحوذوا على الغاز اللي موجود في بحر غزة، وكمان يستحوذوا على الخيرات اللي موجودة داخل غزة، ويطردوا أهل غزة إلى سيناء وتتحول سيناء إلى منطقة تجارية، يبقى مين اللي هيدير المنطقة التجارية في سيناء؟ هو نفسه اللي بيدير فلسطين. طيب إيه بقى الجديد في الموضوع؟ الجديد إن إحنا مع بداية العام الجديد، وأول قرار بيتخذه صاحب المعالي الحاكم بأمره مع ولايته الجديدة رغم أنف الجميع، القرار الجديد اللي بيتخذه هذا القرار الصادم الذي لم يرجع فيه لا لمجلس نواب ولا لمجلس معرفش بيسموه ايه الشورى ولا الشعب، ولا يأخذ رأي أحد فيه. طلع قرار خطير جدا. لذلك أرجو من حضراتكم أن تنتبهوا للوثائق التي ستعرض في هذا الفيديو وما الذي يراد من ورائها. أهم وأخطر وثيقة هي تلك الوثيقة اللي هي بعنوان قرار جمهوري. تعالوا نشوف. نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر في 18 أكتوبر سنة 2023، يعني القرار طلع من بدري كمان، ده لسه بس يعني بادئ تنفيذه الآن، خدوا بالكم، يعني إعلانه ظهر قبل أيام. قرار رئيس الجمهورية رقم 63 أو 62 لسنة 2000 مش عارف إيه بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية. سنة كام؟ سنة 2018.
فاكرين حضراتكم إن إحنا قلنا إن صفقة القرن كان بيخطط لتنفيذها من أيام 2017، وكان المفترض إن هي تدخل حيز التنفيذ في 2020، لولا جت أحداث كورونا أخرت الموضوع، ثم بعد ذلك أحداث أوكرانيا. طيب أتاري بقى القرار طالع أهو من 2018، قرار بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية، وقرار آخر صدر في سنة 2021 بإعادة تخصيص قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة رابعة وبير العبد وسط وشمال سيناء لاستخدامها في أنشطة استصلاح زراعي. دي القرارات اللي صدرت قبل كده 2018 2021 بخصوص سيناء. طيب إيه الجديد بقى؟ الجديد تخصص قطعة الأراضي المبنية فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة. ملكية خاصة، مساحات مملوكة للدولة تخصص ملكية خاصة بمنطقة ربعة وبير العبد وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة 87,000 فدان لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومساحة 100,000 فدان يعني بما يعادل 44 مليون متر مربع. ما شاء الله ما شاء الله. ومساحة 15,000 فدان بما يعادل 65 مليون متر مربع. ومساحة 5,678 فدان بما يعادل 23 مليون متر مربع. ومساحة 33,000 فدان أي بما يعادل 142 مليون متر مربع. كل الأراضي وكل المساحات اللي انتوا سمعتوا عنها دي تم تخصيصها بقرار لفرد واحد وقع عليه رغم أنف الجميع، لصالح مين؟ ملكية خاصة. يعني إيه ملكية خاصة؟ ما حدش فاهم حاجة، بس الاسم جهاز تنمية المشروعات مش عارف إيه، أي حاجة في أي شيء. إذن أرض سيناء الآن، واللي ما يعرفش من حضراتكم، أرض سيناء طول عمرها تابعة لشيء اسمه أملاك دولة، يعني تابعة للحكومة المصرية المفروض يعني. وحتى أهل سيناء اللي عايشين فيها بيروحوا بياخدوا حق انتفاع من الدولة، وطبعا ده المفروض مخالف للأعراف والقوانين وحتى للشريعة الإسلامية. أهل سيناء هم الذين أحيوا سيناء ووجدوا فيها أبا عن جد، فهم أحق بها من غيرهم. ومع ذلك طرد أهل سيناء على مدار السنين اللي فاتت منها، وأصبحت منطقة خالية، والآن بيتم تسليمها تسليم أهالي لملكية خاصة. محدش فاهم يعني ايه ملكية خاصة. يعني بعد شوية نلاقي حد بيشتري عادي جدا، بقى خلاص بقت ملك. كانت الأول ملك دولة، دلوقتي بقت ملكية خاصة. طيب إيه علاقة ده بقى بصفقة القرن؟ ده يفسره لنا هذا الخبر الذي نشر في جريدة رسمية تؤكد على ما يلي. جريدة الرؤية نشرت هذا التحقيق، وهو تحقيق مهم جدا جدا، لا ينفصل أبدا عن موضوع صفقة القرن ولا عن موضوع سيناء. بتقول الجريدة دي إن توني بلير، عارفين توني بلير؟ توني بلير هو لسه عايش، الله يخرب بيتهم الجماعة دول. توني بلير ده اللي دمر العراق، فاكرين؟ أهو ده بقى شغال مستشار سياسي لمين تخيلوا؟ مستشار سياسي، ده من زمان قوي يعني، الكلام ده داخل في أكتر من 10 سنين. هو مستشار سياسي لمحمد بن زايد. وحسب الجريدة بتقول إنه توني بلير يعني أدق توصيف له، يعني هو تاجر سياسي متجول يتقاضى نصف مليون استرليني في الساعة الواحدة. نص مليون جنيه استرليني، مش دولار ولا يورو، في الساعة الواحدة. طيب توني بلير بقى ايه علاقته بده؟ توني بلير دلوقتي وحسب الجريدة بتقول انه الاحتلال بيستعين بتوني بلير لإقناع بعض الدول باستقبال الفلسطينيين. يعني من الآخر كده توني بلير عراب المخططات الصهيونية
بيتحرك في المنطقة لإتمام والاطمئنان على تنفيذ صفقة القرن. طبعا بيوازي هذه التحركات الراجل اللي هو وزير خارجية أمريكا بلينكن، وتحركات أخرى خفية. الكل بيخطط لتنفيذ صفقة القرن، وإن هي خلاص داخلة حيز التنفيذ. هل يا ترى هينجحوا في مخططهم ده ولا لأ؟ ده أمر خطير جدا، مش بس يهم المصريين عشان خاطر موضوع سيناء، لأ، ده يهم الفلسطينيين جدا جدا، يهم السعوديين، يهم الإماراتيين، يهم الأردنيين في المقام الأول، يهم كل منطقة الخليج، ويهم حتى كل العرب مش بس، وكمان الأتراك، لأن صفقة القرن بتتمدد على حساب المنطقة كلها. الموضوع مش بس موضوع سيناء، وإن كنا بنحذر في المقام الأول وندق الجرس وننبه يا أهل مصر المحروسة، انتبهوا إن بلادنا تسرق عيانا بيانا، جهارا نهارا، بقرارات رسمية. فماذا نحن فاعلون؟ الحل الوحيد يا إخواني الكرام لإفشال هذا المخطط الصهيوني هو إن احنا ندعم المقاومة. الحل الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه المقاومة صامدة قوية، لأنه بقاء المقاومة يعني إفشال صفقة القرن. والمقاومة إن شاء الله تعالى بمعية الله عز وجل وبقوة الله عز وجل لهم، ثم بدعمنا ومساندتنا، تفشل هذه المخططات الصهيونية، وتبقى فلسطين حرة أبية لأهلها، والمقدسات الإسلامية إسلامية إسلامية، رغم أنف الجميع شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز أو بذل ذليل.